السلام عليكم. انا كنت حابب اتكلم النهارده عن الحوار. انا نمت وصحيت، طبعا اتفرجت على حلقه امام عاشور امبارح بالليل، ونمت وصحيت لقيت الدنيا قايمه مش قاعده، والسوشيال ميديا طبعا يعني في مشكله كبيره وفي لغط كبير جدا على اللي حصل. وكمان اتفاجئت بخبر ان المستشار مرتضى منصور ناوي يرفع قضية على إمام عاشور وعلى رئيس قناة النادي الأهلي هشام جمال وعلى الإعلامي الكبير أستاذ أو الكابتن أحمد شوبير. طب أنا عايز أسأل ليه؟ يعني أنا اتفرجت على الحلقة امبارح، بصراحة مش شايفة إن في حد غلط في حد ولا في حد جاب سيرة حد. هو كل اللي اتقال امبارح شوية حقائق، يعني المفروض إنها ما تضايقش حد لو الناس دي مش غلطانة. لكن هو اللي أكيد واللي انا متاكد منه واللي عارفه كويس جدا واللي اتعلمته في حياتي ان الحق دايما بيزعل. فاللي قاله امام عاشور امبارح هي الحقيقه، ليس الا الراجل قال ان النادي الاهلي ما كانش ليه علاقه ولا طرف تماما في فكره انتقاله من الزمالك لميتلاند الدنماركي، ولا هي فكره كوبري ولا غير كوبري ولا الكلام الفاضي اللي بيتقال ده كله. هو حكى الحدوته كلها باستفاضه امبارح، وقال انه هو اتفاجئ اصلا بعد ما جدد في الزمالك انه اتنقل لميتلاند الدنماركي، وبعدين فجأة سوري، انه بعد ما جدد في نادي الزمالك انه لقى تليفون بيكلموه بالليل: تعالى دلوقتي انت هتمشي. واتاخد فلوس. الفلوس دي راحت فين الله اعلم، والمفروض ان الناس الزملكاويه، مش انا كراجل اهلاوي اللي اسال الفلوس دي راحت فين. في ناس احق مني انها تعرف يعني الفلوس دي راحت فين. انا بالنسبه لي اللي بيحصل في نادي الزمالك ده كله يعني مشهد عبثي طبعا من زمان مش من دلوقتي بس. فالفلوس دي الله اعلم راحت فين، بس الفلوس دي ما حدش شافها، لا اهلاوي ولا زملكاوي شافوها في نادي الزمالك، ولا شافوها عملت مصلحه لنادي الزمالك، بل بالعكس تقريبا اختفت. يعني انا ما بشككش في حد وما بشككش في ذمه حد، ما يخصنيش، والله اعلم يعني. لكن امام اتفاجئ انه سافر ميتلاند الدنمارك. الراجل ما وفقش، قرر انه يرجع. كلم النادي كلم الناس في الزمالك وكلم كباتن من نادي الزمالك، وهو اكيد يقصد شيكابالا، يعني الله اعلم برضه، علشان ما نبقاش بنحط احنا فرضيات ما تخصناش يعني. المهم رجع قعد يتحايل على الناس علشان، وراح يتمرن في نادي الزمالك، بيعمل تأهيله في نادي الزمالك لمدة شهر ونص، والناس ما عبرتوش. الناس لما اتفاجئت ان الاهلي دخل في الحدوته بدأوا يسألوا عن إمام، وكان إمام قفل باب نادي الزمالك زي ما قال امبارح. ده ما فيهوش أي حاجة تزعل حد. أدي أول بند. تاني بند لما اتكلم في إنه أول لقاء مع الكابتن محمود الخطيب المحترم قال له خد بالك وركز في شغلك وما تحاولش تخسر جمهور الزمالك. ودي كلمة يحترم عليها جدا الكابتن محمود الخطيب، لأن دي أخلاق النادي الأهلي أساسا. فالكابتن احمد شوبير بنوع من الدعابه يعني قال له انت ما كنتش متعود على كده، يعني لان امام بيقول له انا يعني برقت كده واستغربت، يعني تنحت يعني للكلام، يعني انت ازاي بتقول لي كده يعني. ف فده برضو انا مش شايفه يضايق حد. احمد شوبير يعني بروح الدعابه، يعني بيناغش في الناس، بيزاول في الناس بلغتنا يعني. فمش شايفها تزعل حد. والحلقه خلصت، الحلقه كانت جميله، ودخل كهربا وهزروا وضحكوا والدنيا جميله ومعلومات مهمه. وام امام الست المحترمه كانت بصراحه فقره مؤثره جدا جدا جدا، وبكاء امام يعني وبتاع. ويعني يدل قد ايه امام ده فعلا طفل، يعني كان محتاج معامله خاصه من نادي الزمالك، مش فكره ان هو يعني طور في ساقيه بتجيب فلوس، ولا هو الفرخه اللي جايبه البيضه الذهب لنادي الزمالك فليس الا، وبعدين نذبح الفرخ. فمش منطقي. فمش المفروض ان الناس تكون زعلانه من امام، المفروض ان الناس تزعل من المسؤولين اللي في الزمالك اللي ضحوا بامام عاشور وخلوه ويأسوه وزهقوه لحد ما الراجل جه الاهلي. فده ورسالتي بقى اللي حابب اقولها في اخر الفيديو: حافظوا بقى على زيزو علشان ما تبقاش نفس اللقطه ويبقى المشهد التاني، لانه غالبا انا متخيل ان في يوم من الايام هشوف زيزو بيلعب في النادي الاهلي بتيشيرت الاهلي. انا شخصيا كاهلاوي اتمنى ده. انتوا بقى كزملكاويه لو هتعرفوا تحافظوا على ده حافظوا، مش هتعرفوا انتوا احرار.
انا ما ذنبيش حاجه اني انا نادي بعرف اخد لعيبه، واللعيبه اصلا حابه تيجي تلعب عندي من عندك. فدي مشكلتك مش مشكلتي وما تخصنيش. هو ده اللي كنت حابب اقوله. كنت حابب اقول ان الناس في الزمالك تشوف مشكلتها فين. بلاش فكره المؤامرات اللي انتوا عايشين بيها ومش موصلاكوا لحاجه، وبلاش فكره الحرب اللي انتوا عايشينها بينكم وبين نفسكم بس. يعني لان النادي الاهلي مش داخل معاكم حرب اصلا، ولا جمهور الاهلي داخل معاكم حرب، بل بالعكس. يعني جمهور الاهلي حرفيا والنادي الاهلي حرفيا مش شايفكم. بس هو ده كل اللي كنت حابب اقوله. ويا رب لو الفيديو عجبكم ندوس لايك ونشترك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. وشكرا ليكم جدا، والسلام عليكم.